غدانا النهاردة مختلف وكلنا بنحبه، الأكلة الحلوة اللي بتدفينا في الشتاء، اللي مش بتاخد من وقتنا أي حاجة خالص. أول حاجة كده هنبدأ في صينية البطاطس بتاعتنا. معايا كيلو كده من البطاطس مقشراه ومقطعاه بالشكل ده قطع سميكة كده، ومعايا بصلتين مقطعاهم قطع متوسطين، ومعايا فصين توم كده قطعتهم. اهم حاجة برضو معانا التوم في البطاطس، بيفرق في صينية البطاطس جدا. هقطعهم قطع متوسطة واحطه على البطاطس بتاعتي. ومعايا كده قرن فلفل عادي، ممكن نحط سبايسي. ومعايا معلقة زيت كده حلوة، واقلب كل المكونات دي بتاعتي، واحط التوابل بتاعتي: معلقة من الكمون، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الاسود. ما بنضيفش اي توابل تاني، ولو حباها سبايسي ممكن تحط معلقة شطة صغيرة. ونقلب كل المكونات دي مع بعضها، البطاطس مع البصل مع الفلفل والثوم. صينية بطاطس اقتصادية بس ريحتها خطيرة. ومعايا كده معلقة سمنة بلدي، وحطيت الطماطم بتاعتي اللي ضربها في الخلاط مع جناحين كده من الفرخة والرقبة يطعمولي طعم صينية البطاطس بتاعتي، واحطها على النار كده من فوق، وبعدين هدخلها الفرن. بعد كده معايا تتبيلة الفراخ بتاعتي، معايا طماطمتين اتنين مقطعهم قطع متوسطة، وبصلتين، وفصين توم، ومعلقة خل، ومعلقة زيت، ومعلقة كده من دبس الرمان، ولو مش متوفر مفيش اي مشكلة. ولو في صويا صوص برضو نحطها عادي، وعصرة من الليمون كده، ليمونة كده بنعصرها كويس جدا، وقرنين فلفل كده سبايسي او عادي المتوفر. والتوابل بتاعتي: فلفل اسود، كمون، ملح، توابل فراخ، السبع بهارات، يعني ما نكترش توابل قوي، ورشة من البابريكا المدخنة، ورشة كده من الكركم، ورشة من الكاري، وورق لوري، وقرفة خشب، وحبهان، وقرنفل. نقلب كل المكونات دي مع بعضهم كده، وندعكهم بايدينا لحد ما ينزلوا ميتهم. وممكن نضرب كل المكونات دي في الكبة، بس انا بحب اعمل التتبيلة الخطيرة دي على ايدي، بتفرق جدا واقتصادية وحلوة قوي. همسك الفراخ بتاعتي كده، اقطعها افتحها فتحات صغيرة كده عشان التتبيلة توصل لها بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده، دي صدور معايا وورك كده، هقطعه برضو وافتحه عشان كل التتبيله الخطيره دي توصل لها. ومش هنحطها بقى في التلاجة، يعني تقعد ساعتين، او من بالليل هنعملها وهنستخدمها على طول. بتبقى طعمها خطير جدا، وبتتشرب التتبيله كويس. او همسك الفراخ بتاعتي ادعكها كده في التتبيله بتاعتي، واقلبها كده في كل التتبيله بتاعتي، واحطها في الحله بتاعتي بالشكل ده. وطبعا صينية البطاطس بتاعتي باحطها كده بتغلي غلوتين على النار، وبعد ما بتغلي غلوتين بادخلها الفرن. واحط كده بقية التتبيلة بتاعتي على وش الفراخ كده، واقلبها من فوق كويس، واحطها على الفرن بتاعي على البوتاجاز من فوق كده تستوي. وهنعمل مع الاكلة دي ما تحلاش غير بالرز المعمر. نص كيلو من الرز غسلته وصفيته كويس جدا، حطيت عليه معلقتين زبدة، ومعلقتين كده من الملح، ومعلقة كده من السكر، بتفرق جدا معانا. وهحط كده معلقة سمنة بلدي حلوة كده مع الزبدة بتاعتي اللي انا حطيتها. استخدمت زبدة فرن ومعلقة زيت كده عشان تفلفل الرز. وكده اللبن بتاعي لبن جاموس كده بخير وحلو. لو اللبن بتاعك مش لبن جاموس، لبن عادي معلب كده، ممكن تستخدمي علبة زبادي. بس اللبن بتاعي كان بخير، فما استخدمتش اي حاجة خالص. ودخلته على درجة حرارة عالية، اعلى درجة حرارة في الفرن. ومشغله الوش لحد ما تغلي غلوتين كده وتاخد وش، واقوم طافيه الوش واسيبها تستوي براحتها، ما بتاخدش نص ساعه في الفرن. وقلبت الفراخ بتاعتي على الجنب التاني كده على الوشين بتاعي، مش بتاخد اي وقت خالص وما بزودهاش. التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها مع الخضار بتنزل الميه كده وبتستوي في ميتها. وهشيل الفراخ بتاعتي بعد ما استوت، واخد حبة من التتبيلة كده باكلهم بالعيش مع الرز بتاعنا. بتفرق جدا. وهزود كده من التوابل بتاعتي شوية مية عشان نعمل شوربة حلوة كده. زي ما انتم شايفين، خدت حبة كده من الصوص وزودت مية كده، وظبطت البهارات بتاعتي: الملح مع الفلفل الاسود. والرز المعمر بتاعنا طلع وشه كريمي كده وخطير، من غير اي قشطة، من غير اي زبادي. حط على وشه كده معلقه سمنه بلدي. والبطاطس بتاعتي استوت وخدت وش وطعمها خطير كده، وده يبدوب. مفيش حلاوه في الاكل بعد كده. هعمل التومه بتاعتي كده، هنعمل شويه ملوخيه كده ناشفه
جنب الأكل ده ما يحلاش كده غير بطبق ملوخية. قطعت التوم والشوربة بتاعتي غليت، هصفي الشوربة بتاعتي كده من البصل والثوم والفلفل وكل الخضار بتاعي. انا عايزة الشوربة بتاعت الملوخية بتاعتي تبقى شوربة رايقة كده، فهصفيها وهعمل بيها الملوخية بتاعتي. لو متوفر ملوخية خضرة تمام، مش متوفر اعملي بالملوخية الناشفة بتاعتي، بتبقى طعمها حلو برضه. بس طبعا مفيش احلى من الملوخية الخضرة بتاعتنا. هغليها غلوتين كده، واول ما تغلي هاخد معايا فص توم اللي انا قطعته كده احطهم، واحط شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون، وهنزل بالملوخيه بتاعتي. اول ما تغلي كده غلوتين هقفل عليها، مش بتاخد سوا خالص. وهزود كده، حسيت ان الملوخيه بتاعتي تقيله، زودت كوبايه شوربه كده وعملت الطشه بتاعه الملوخيه بتاعتي، وطبعا خطيره. هاخد كده معلقتين في الطبق اللي انا عملت فيهم الطشه كده، وهنزلهم كده على الحله بتاعتي، وهغلي غلوتين كده وخلاص اصفي عليها. وبعد كده احمر الفراخ بتاعتي، احط معلقه من السمنه البلدي كده. اول ما تسيح هقوم حاطه كده الفراخ دي تتحمر تحمرتين وش كده من فوق. الفراخ دي خطيره بالتتبيله دي، كأنك شويه الفراخ حرفيا تحفه تحفه تحفه. جميله قوي. طعم الفراخ حلو قوي. هصفي الفراخ بتاعتي كده من السمنه، وهحط بقية الوركين بتوع الورك بتاعي والصدر بتاعي كده احمرهم كويس جدا. وبعد كده عملت لهم عصير كانتالوب كده على كيوي. عصير ده حلو قوي، لو عايزين ابقى انزل لكم الطريقه بتاعته، طعمه خطير قوي. وعملت شويه سلطه خضراء وشويه مخلل كده بيخلوا طعم الاكل بتاعنا حلو كده. وهفرغ الرز بتاعي، خلاص كده هنتغدى. فرغ الرز بتاعي مفلفل وخطير، ومفيش حبايه كده معجنه، كله كده مفلفل وجميل. ومن تحت كده مش لازق في الطاجن بتاع احلى رز معمر ممكن تعمليه في الطاجن او في اي صينيه عندك، بس بيبقى طعمه حلو قوي في الطاجن. رز كده مفلفل حبة حبة كده، مش معجن ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت كريمي وطعمه حلو قوي. وفرغت الرز بتاعي، وافرغ طبعا طبق بطاطس كده. البطاطس بتاعتي في نفس الوقت ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت دايبة كده وخطيرة. مفيش احلى من طبق البطاطس جنب شوية رز معمر مع حتة فرخة كده وشوية ملوخية. احلى اكلة ممكن تعمليها، خطيرة يعني، مفيش حلاوة بعد كده. هفرغ كده طبق البطاطس بتاعي وابدا بقى في الملوخيه بتاعتي. احط طبق ملوخيه كده في الطاجن بتاعي. ممكن نفرغها في اطباق عاديه، بس طبعا في الطاجن كده بتحتفظ بسخونتها وبتبقى حلوه قوي، شكلها بيبقى حلو في التقديم. والفراخ بتاعتي رشيت عليها فلفل اسود وكمون، وعملت طبق شوربه، طبق التتبيله بتاعت الفراخ بتاعتي اللي انا خدتها، والبطاطس بتاعتي مستويه ودايبه. وتتبيله الفراخ تحفه وريحتها حلوه قوي وطعمها احلى كده بالعيش او بشويه رز. والرز بتاعي مفلفل وجميل زي ما انتم شايفينه، كريمي قوي، ومعلقه الزبده مع السمنه البلدي بتفرق جدا. والفراخ بتاعتي مستويه وطعمها حلو قوي، احلى اكله ممكن تعمليها. والملوخيه بتاعتي طعمها حلو قوي ومستويه كويس جدا.